السلام عليكم متابعي قناة سبورت فليت، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. رفض ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني فكرة الاعتزال الدولي عقب تويج فريقه بكأس العالم قطر 2022. وكان ميسي قد صرح بعد الفوز على كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم أن مونديال قطر سيكون الأخير في مسيرته على مستوى بطولات العالم. واستطاع ميسي أن يقود الأرجنتين للفوز بكأس العالم منذ آخر مرة توج فيها راقصي التانجو على يد الأسطورة جو مارادونا في نسخة المكسيك عام 1986. وقال ميسي في حوار صحفي: كانت هذه هي الكأس التي أردتها طوال حياتي، كان هذا حلمي منذ الطفولة. وأضاف: انظروا إلى هذه الكأس، إنها جميلة، لقد عانينا كثيرا لكننا حققناه. وواصل: لا يمكننا الانتظار حتى نكون في الأرجنتين ونرى كم ستكون الأجواء مجنونة. وأوضح قائلا عن مستقبله: لن أعتزل من المنتخب، أريد الاستمرار في اللعب كبطل. وأتم قائلا من جديد: كانت هذه هي الكأس التي أردتها طوال حياتي، كان هذا حلمي منذ الصغر.